وده اللي حصل امبارح زي ما بقول لحضرتك، قعدنا كجمهور وتصفينا في كل الامور. حضرتك بتقول قعدت مع رئيس الرابطه الحالي والسابق ومجموعه الجماهير نفسها اللي معظمها كان موجود النهارده في الملعب، واتفقنا هنفتح صفحه جديده ومفيش مش هنقرب للعيبه مع تعهدنا الكامل بالتزام اللاعبين بالسلوك يعني والادب وكده. ورايحين على هذا اللي بيبصق ده عطيه بالقاسي اللي هو بيجري. أيوة. عطيه اللي بيبصق عليه ده واحد من الاثنين ثلاثه اللي انت بتقولي كانوا لا 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 ده شاب على فكره، شاب ممتاز جدا من الالتراس الاتحاداوي الولاد اللي في الجامعه. يعني ما هوش مش شخصيه وحشه، ولد كويس. طب لما يوصل يعمل مع عطيه بالقاسي كده يا كابتن عمر، مؤكد ان في حاجه يعني. ما انا بقول لحضرتك في تراكمات قديمه. ده وضع واضح جدا، في حاله احتقان بين اللعيبه والجماهير، في فقدان ثقه بين الاثنين. اكيد سببها الرئيسي هو النتائج. ده ما فيش شك. وسببها الرئيسي كثره اضرابات لاعبي الاتحاد السكندري الموسم ده تحديدا اكتر من مره، حتى قبل 25 يناير يعني. ممكن برضو ده يبقى سبب، لكن انا كنت على علم بيها يعني. لكن الفتره الحقيقه اللي قضيتها معاهم يعني حوالي اسبوع او 10 ايام كان في التزام كامل من اللاعبين، وده على يدي الحقيقه ما شفتش اي تجاوز يعني لحد مباراه الجيش. وتم اللي تم، والجمهور اشتكى لي ان هم بيعملوا اشارات غير لائقه، فانا طلبت مذكره تتكتب على اساس نعمل تحقيق، واذا كان اللعيبه مخطئه نعاقبها، مفيش اي مشكله خالص يعني. وجات لك المذكره؟ لا للاسف. حضرتك كنت عايز مذكره يكتبها لك الجمهور نفسه؟ الناس اللي هي تعرضت لهذه الاهانات او ما ينوب عنهم مثلا يعني، على اساس نبقى احنا ماشيين باجراءات سليمه، لا نظلم هنا ولا نظلم هنا. طب حتى بعيد يا كابتن عمر، اتحركت